سالم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم اخترت لكم وصفه وهي لي سوفلي، وصفه اقتصاديه وتجيك بنينه وخفيفه. دوك نوريها لكم كيفاش جات. شوفوا، اون ديغي ليبونج كي القطن، وتجيك فارغه من الداخل، بتجيكش معجنه ولا تجيك خفيفه وفارغه. هاكو كيما راكو تشوفوا، هاي ليك لاصوص وهاو الفارغه لداخل. جات هايله ما شاء الله. نبداو في الوصفه على بركه الله. في المقله نديرو 2 مغارف كبار زيت، حبه بصل كبيره مقطعه نحمصوها في الزيت تاعنا، نزيدو حبه فلفل طرشي نقليوها مع البصل كما راكم تشوفوا. نزيدو حبه طوماطيش كبيره مقطعه اون كوب، نزيدو نقليوها. نمرقو بفنجان تاع الماء كما راكم تشوفوا. نزيدو ملعقه صغيره طماطم مصبره، هاي لك كما راكم تشوفوا، هاي لك مغرفه صغيره. ولي تحبها حمراء ديري واحده كبيره، مغرفه كبيره. يعني انا مانيش حابه ندير لاصوص حمراء، بس كاني دايره طوماطيش تاع الحب، ونقليوها مليح. نزيدو فلفل الكحل، نديرو نص ملعقه صغيره. نزيدو الملح، ما نكتروش، بس حنديرو في لافاغس تاعنا الفرماج، كما تعرفوا الفرماج يجي مالح. نغطيو عليها ونخلوها طيب حتى تنشف لنا لاصوص تاعنا. نبداو نحضروا العجينه تاع لي سوفلي. عندنا كاس حليب دافي، هاوليك الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره خميره تاع الخبز، ونخلطو بالفوي. نغطيو عليها باش تتفاعلنا الخميره تاعنا 10 دقائق. نزيدو 4 مغارف كبار زيت، نخلطو. نزيدو الفارينه تاعنا المغربله، ونزيدو ملعقه صغيره ملح، ونلمو الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا. هاوليك حتى نتحصلوا على عجينه طريه تتلاصق بين اليدين. ما تيبسوهاش برك، وندلكوها 10 دقائق برك كما راكم تشوفوا، حتى تولي لنا الوجه يولي كما نقولوا حنا العجينه تولي ملساء. هاي لك شوفوا كيفاش هو يتلاصق، هاي لك تلاصق، يعني باش يجونا خفاف. كنت تيبسيها تجيك ما تجيكش خفيفه، تجيك يابسه. نديروها كريات صغار على حجم حبه بيض، باسكو حنحلوهم رقاق. عندنا لافاغس تاعنا بعد ما بردت، عندنا الزيتون كاسي والطون والفرماج. يعني انتي تختاري، تحبي ديري الطون، تحبي لا فيونداشي، تحبي الدجاج، انتي واش مقدورك. هنا نحلو العجينه تاعنا، هاي لك نحلوها رقيقه، يعني ماشي رقيقه رقيقه رقيقه، شويه كما تعرفوا. فيها الخميره الخبز حتخمر لنا، تضاعف الحجم تاعها. دوك تشوفوا كيفاش نحلوها باش يولي الحجم تاعنا، الحجم تاع العجينه رقيق. هاي لك كما راكم تشوفوا. دوك نديروا لافاغس، نزيدو الفرماج، نص حبه فرماج، يعني الفرماج كيما حبيتي، يعني الفرماج اللي عندك والذوق اللي حبيتي. نزيدو الزيتون
والطون. اللي تحب ما تحبش الطون دير لا فيونداجي ولا غير بتكتوكه بصل وطوماط وفلفل، لان تجي بنينه. تحبي ديريها غير بالفرماج. هاي ليك شوفوا كي قلبناها. سمحوا لي راني بيد وحده. دوك نغلقوها، يعني نضغطوا عليها مليح باش ما تتحناش كي طيب. هاي ليك وندوروها هكذا باش نضمنوا بليك تغلقت مليح. هاي ليك يعني سهله وماشي واعره. واللي عندها هادوك طوابع تاع لي سوفلي دير تسهل عن عمرها، ديرها تحلها مليح وديرها في هذاك لاباراي وتضغط عليها وتخرج لها يعني مشرشفه. هاي ليك نديروها في السنيوه مدهونه بالزيت ومرشوش عليها الفرينه. هاي ليك هنا عندي حبه بيض كامله، درت لها شويه زيت المائده، خلطها بالفرشيطه واني ندهن لي سوفلي تاعنا. يعني ماشي اوبليجي ديري غير صفار البيض، ديري البيضه كامله. كيما انا البيض تاعي صغير درت بيضه كامله دهنتها، درت لها شويه زيت ودهنتها لي سوفلي تاعنا ونديروا لها جلجلان. واللي تحب دير سانوج، يعني انتي واش حبيتي واش ياكلوا افراد العائله تاعك. انا ولادي ما يحبوش لي سوفلي بالسانوج، يقولوا لي شغل خبز. الوغ نديرو غير في لي سوفلي، السانوج نديرو غير في الخبز. اهو نشبحوها بالزيتون. هاي ليك دوك نروحو نديروها طيب على 180 درجه. وهنا لما طيب نغطوها بالطرشونه. هاي ليك باش تقعد لنا يعني الوجه تاعها يقعد لنا طري ما يقعدش يابس. هاي ليك شوفوا كيفاش جات منفخه مبنبنه. والله صدقوني غير روعه، يعني الدراري طاحوا عليها بسلامتهم عجبتهم. جربيها ما راكيش حتندمي، حتفرحي بها بزاف ولادك.